حبايبي، هواي اجتني اسئلة احجينا شنو الفرق بين وينزر واوتاوا لكل سكان اونتاريو طبعا. اللي يفكر ينتقل من وينزر الى اوتاوا او العكس راح احجي لكم بكل صراحة وحسب تجربتي طبعا. اللي يريد يعيش بوينزر، هي عبارة عن منطقة صغيرة يعني تناسب العوائل، الناس الكبار اللي يريدون يعيشون بس يعني ما يريدون يتطورون أكثر، يريدون بس يستقرون حياة هادئة وكل شي قريب من يمكم. هي مناسبة أكثر شي للعوائل، للناس اللي تحب تستقر وكل شي قريب من يمكم. يعني هي منطقة صغيرة وهادئة، بس مشكلتها إنه الشغل بيها ضعيف. راح أحكي لكم من ناحية الشغل بيها بطيء جدا. الواحد إذا يريد يشتغل ويتوظف في مثلا يلاقي مصانع سيارات، شركات الفارمز اللي هي بليمنتون تبعد تقريبا 40 دقيقة من وينزر. بس هذه سيزونال، يعني مرات في شغل بالصيف مرات في بالشتاء وعلى حسب. الشي الثاني الباصات بيها ضعيفة، وبسبب انها منطقة صغيرة الباصات بيها مو هواي متوفرة عكس اوتاوا. هسه نرجع احكي لكم عن اوتاوا مالتنا، بس خلينا احكي لكم عن موضوع وينزر. الشي الثالث جو وينزر، جوهم كلش حلو حتى بالشتاء لما يصير ثلج او يعني شوية باردة، ما حيكون بارد الجو كلش، يعني الناس تقدر تطلع بجواكيت خفيفة. هي الأسعار بيها رخيصة والبيوت بيها رخيصة والإيجارات هماتينا، بس هسه بسبب غلاء الأسعار أعتقد كل شي صعد، بس يعتبر وينزر أرخص من الباقي السيتيز الموجودة في كندا. أجي أحكي لكم عن أوتاوا منطقة مليئة بالفرص. تعتبر هي منطقة حكومية، حتى الواحد إذا يريد يتوظف بوظائف حكومية تكنولوجيا، عكس لما واحد يتوظف في وينزر. الجو بيها طبعا الجو بيها كلش بارد، معروفة هي إنه الثلج مو طبيعي.